تعال اقول لك تعمل ايه في بورسعيد. مدينة بكلام. انت ماشي يعتبر اول فيديو لينا على اليوتيوب، بس عشان انا بحب بورسعيد جدا، فقررت اللي هو هيبقى من النهارده في بورسعيد وفي حديقه فريال بالذات. او الساعه 11 يعتبر احنا نزلنا البحر الصبح، ودلوقتي هوريكم وهفرجكم على حديقه فريال. يعتبر هي يعني من اجمل الاماكن لنا، عشان الطبيعه بتاعتها انتوا شايفين اكيد، وهي عامله ازاي وهنا عامله ازاي، والدنيا فاضيه والصراحه نظيفه جدا. فهوريكم عامله ازاي وهرجع لكم. من اجمل الاماكن الموجوده، وهنروح هناك عند الطاحونه لو انتوا شايفينها في الفيديو دي هنتصور وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بقى. دلوقتي اتصورنا عند الطاحونه اللي هي الحمراء دي، يعني المكان عشان ده اول فيديو ليا الصراحه، فبلقلق في الكلام مش مشكله. المكان حلو قوي الصراحه، حديقه فريال من الاماكن اللي بحبها جدا. نطلع نفطر عشان ما كلناش حاجه من الصبح، فهنشوف هنفطر فين وهقول لكم. احنا جينا هنا بروك نيلز، محل بيكري وكده، قلنا نفطر عشان رحنا العيون السنه اللي فاتت ما كانش احسن حاجه لو صوتي واضح يعني. فجينا نفطر، هوريكم الفطار. طلبنا حاجات كتير يعني. ستيك هنجربه. ده تشيكن فاهيتا عندهم. تشيكن فاهيتا حلو قوي. استني نخلص الحادق عشان اكل ده. دلوقتي كنا فطرنا وجينا على المعديه زي ما انتم شايفين. المعديه دي بتاخدك من بورسعيد توديك على بور فؤاد، والعربيات كمان بتركب معاهم. فاحنا دلوقتي رايحين جلال، فهاخدكم معايا. احنا دلوقتي خلصنا، قعدنا في جلال حبه، وهنروح قعدنا حبه حلوين يعني. وهنروح دلوقتي، كنا عايزين نتصور عند البيوت القديمه كده اللي هي في بور فؤاد اللي احنا جايين ووريتها لكم. ممكن ما نروحش ونروح نجيب سمك على طول. هنروح سوق السمك الجديد ده اللي هم بيقولوا عليه. انا رحت مره قبل كده، كان جبنا يعني من هناك كلنا. فهنروح دلوقتي وهنشوف. رحنا البحر بس في ناس ما رضتش اصور عشان ايه، خصوصيه، وانا على اساس ان انا حد يعني بحترم الخصوصيه، شعري باظ فما صورتش البحر. هو البحر اهو، ورايا الشماسي باينه حتى الشماسي، فعشان الناس ما رضتش اصور. احنا دلوقتي هنروح، يا احتمال نروح على البيوت القديمه نتصور، يا اما هنروح نجيب السمك على طول، فالله اعلم. خليكم معانا وهنتابع سوا انت مش غراب.
كده عند المعديه، قلنا نطلع قبل ما نروح سوق السمك، قلنا نطلع هنا نشوف الدنيا كده. وده الفيو زي ما انتم شايفين. انت ماشي زي ما انت شايف هتلاقي بيوت قديمه شكلها خرافي. فويس اوفر حازم الصيد. مفيش يافطه. طب احنا هنخش نعمل ايه بقى؟ جينا في سوق السمك، الدنيا مليله عشان جايين الساعه 8 تقريبا. فضلنا نلف حوالينا تقريبا كده، والشكلات اتنصب علينا. هنشوف الاكل سوا عشان معليش صوتي عشان الراجل واقف. هتشوفوا الاكل، هو الحساب كله 500 وحاجه، 570 او حاجه كده يعني. فهنشوف الاكل هيعجبنا ولا مش هيعجبنا. اسم المحل شبكه وصنايه، تمام؟ هو في سوق السمك. هنشوف الدنيا يعني، عشان انت بتيجي هنا بتلف كتير قوي، حواليك لحد ما تلاقي حاجه اصلا. كل عمال يقول لك تعالى تعالى، فانت بتشتري السمك من حته وبتسوي في حته. فهات حد بيفهم معاك عشان ما يضحكش عليك يعني، وتاخد الحاجه بسعر قليل بس. فيا رب الاكل يبقى يطلع حلو عشان انا ما احزنش على الفلوس اللي انا دفعتها. هو مش اتنصب علينا، ده داس على وشنا. هنتست الرز. هخلص اكل واقول لكم. لحد دلوقتي مش مبشر بالخير الصراحه. خلص اكل واكلمكم. طالعين من سوق السمك دلوقتي، كلنا الاكل غالي الصراحه. اللي نزل كميه نص الكميه اللي انا كنت فاكرها. فدلوقتي هنروح سلسبيل نجيب بقى كاساتا. مش اول مره اجربها، انا جربتها قبل كده. بس دلوقتي هنشوف اللبس ورا، في لبس كده. هو بورسعيد مشهوره باللبس، فهنشوفها. فخلينا مع بعض، كفايه الخازوق اللي احنا خدناه دي قضي. هاتوا اللوجو. ما من جاي ماشي. دلوقتي على البحر، ده الفيو. الدنيا ضلمه طبعا، صعبه. الدنيا ضلمه وده الفيو. اصعب رمله شفتها في حياتي بتاعت بحر بورسعيد. دلوقتي جينا البحر، وهنفضل قاعدين على البحر. انا لو دخلت جوه شويه مش هتشوفوني اصلا عشان الدنيا ضلمه قوي جوه زي ما انتم شايفين. جينا البحر ونقعد شويه على البحر، بعد كده هنركب السوبر جيت ونروح خالص. الفيديو خلص على كده. يا رب يكون عجبكم. متنسوش اللايك سبسكرايب، واكتبوا في الكومنتس تحت رايكم في الفيديو، اللي وحش اللي حلو. حاجه بس سلبيه كانت في بورسعيد هي عدم النظافه الصراحه. ان اي حد بيرمي اي حاجه في اي حته، حتى البحر، حتى الشوارع كده. فهي دي الحاجه الوحيده، البوينت اللي بتكلم فيها. وبس كده.